طرقتي، حياتي، روحي، حبيبي. يلا يلا يا حبيبي اصحى علشان ما تتأخرش على شغلك. معلش 3 دقايق بس. لا يا حبيبي يلا بقى قوم. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النعناع يا منعنع يا منعنع يا منعنع. ايه يا ديدي ده؟ ايه يا ديدي ده؟ حرام عليكي. قلت لك ما ترشليش من البتاع ده، انا بصحى بغسل سناني على طول. لا يا حبيبي، البخاخة دي بتحتوي على كثير من المنظفات لقتل البكتيريا في الفم، وكمان بيشيل بقايا الطعام العالقة ما بين السنة واللهجة بقى كده. وريني خلاص بقى. ديدي انا جوزك صح؟ طب انت ليه معتبراني صرصار او حشرة؟ مش كفايه الرش اللي بترشهولي كل يوم 3؟ ده كويس ان هو يوم واحد، انا كنت هرش لك كل ايام الاسبوع بس خفضتها ليوم واحد بس. يا حبيبي انا عايزه أأمن الطريق من هنا للحمام، كله جراثيم. هنفضل نرغي؟ ممكن بقى اقوم اغسل وشي عشان ما اتاخرش؟ يا ريت. يلا حبيبي وتستحمى، ويا ريت كمان شويه ديتول ومنظفات. ارحمني يا رب. الاشياء الاخرى استنى بس. ارحمني يا رب. غسل ايدك طبعا. اكيد. محتاجه اقول لك. تحب تتغدى ايه يا حبيبي النهارده؟ حبيبتي حرام عليكي، ريحي نفسك شويه، انت خلاص على وش ولاده. لا انت عارف ان انا بحب اعمل كل حاجه بايديا. انا عارف يا روح قلبي، بس الايام دي ما ينفعش. اقول لك هاتي الست تساعدك. لا طبعا، واناش ضمني مستوى امانتها ونظافتها هيبقى عامل ازاي. لازم اعمل لها تحاليل، وحتى لو التحاليل طلعت ايجابيه وطلعت زي الفل، اناش ضمني انها مش ممكن تعطس في الاكل، ولا مثلا تهرش بايديها في شعرها المأمل. لا ما اقدرش. لا لا لا، انت طبعا ده انت تموتي فيها. بس ارجوكي عايزك تريحي نفسك اليومين دول. النهارده ميعادنا مع الدكتور عشان متابعه الحمل، عايزين نطمن على وضع البيبي. ها؟ وبلاش تجري ورا كرومبو في الشقه عشان تديله مبيدات حشريه وتنضفيه، الواد هيصلعي زي ابوه. حرام عليكي. استنى، انا نسيت اجيب لك الشاي ده، انا منقيه لك السكر ومنقيه لك حبه حبه. يا حبيبتي ثانيه واحده يا حبيبتي، تسلم ايدك. خلاص انا اتاخرت على شغلي، يلا باي. طروقه. ايه يا روحي؟ يعني نازل كده ومش ناسي حاجه؟ يا حياة قلبي لا طبعا مش ناسي. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ انا قصدي انك تغسل ايديك عشان ملوثه كده؟ طب مش غسلها، انا عندي ديتول في العربيه. حتى طارق طلع قذر، مش مشكله، هفليه بعدين.
الباب بيخبط. تعالى تعالى تعالى، الباب بيخبط. ايوه بس حرام عليك، سرقت ابني يا متوحش يا هلجي. انا عملت ايه اصلا؟ رنيت الجرس بس حضرتك. انت ما عندكش اي احساس بالجمال، مفيش بون سنس، ما تعرفش كده تختار لحن علشان تعزف لي بيه. اللحن ايه ده يعني؟ لحن تعزف لي بيه الجرس ده، مثلا لو انت اخترته هيبقى تن 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 تن، ده لو انت اخترته هيبقى تن 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 تررن، ده بقى هتدخل في الاوبرا. على اساس ان انا جاي الاوبرا مش جاي بيت. انت وضيع. في ايه؟ ديدي، ايه اللي خلاكي تتنرفزي النهارده بدري؟ تخيلي ان هو بيضرب الجرس عادي، مش يختار لي لحن من اللي انا حاطاه في النوتة الموسيقية على الباب بتاعي كده. انت اتجننت؟ ايه التسايب اللي انت فيه ده؟ ازاي تعمل كده؟ يا ست الكل، انا عامل ديليفري، بجيب طلبات، مش حماقي ولا عمرو دياب ولا الكلمات دي يعني. شفتي قلة الأدب؟ شفتي لبط ازاي؟ معلش معلش يا حبيبي، معلش، المسامح كريم. معلش يا ديدي. بيبي، ممكن اطلب منك طلب؟ انا اصلي كنت بعمل كيك ومحتاجه كيس دقيق. ايه نظام الشحاتة ده؟ دي ايه، المصرية ولا الفاخر؟ وايه الفرق بينهم يا بيبي؟ لا كبير. دقيق المصرية بيحتوي على نسبة قليلة من بروتين الطحين، لذلك فهو رخو وهش ويدخل في استخدام البسكويت والكوكيز والكيك وأشياء أخرى. أما بقى دقيق الفاخر فهو يتدخل في أشياء أخرى كثيرة. بس يا ديدي، خلينا في الاولاني ده، حتى مش حلو على البيبي اللي جوه اللي انت المصرية ولا الفاخر؟ أنا مش عارفة أنت تقصدي إيه. المصرية الذي يحتوي على القليل. هو ده يا بيبي، هو ده. اوكي اتفضلي، يلا اتفضلي يا حبيبة قلبي. سوري، انا اسفة يا حبيبي، انا اسفة. وضيع. نسيت. معلش يا رب، ارحمني يا رب. واللي في الرجل لو سمحتي لانه مهم جدا. حاضر يا رب، توب عليا. في تلوث، انا ما اضمنش بيتك عامل ازاي. حاضر يا ممكن حبيبي. تبقي قذرة. حاضر، حتى الجوانتي مش راضية. استني اختصارا للوقت افتحي ايدك. ليه بس؟ مكان الجوانتي احسن. يلا ادخلي. حاضر يا ديدي، حاضر. انت ما تدخلش، تعالي. هما داخلين سايق جلال للولاده ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا حضرتك قول الحساب. حسابك معايا بعدين. حساب كام؟ 160 جنيه. طلعهم لك. هات يلا، هات الحاجة بسرعة. بطيء، إيقاع. استنى أنت ملوث، امشي. استنى، أنا هجيب لك تبس يا مرتشي. مرتشي، وأنا هديله تبس وهساهم برضو في الرشوة دي. فساد مجتمعي كامل. يا ديدي انا خدته. ماشي تقول ايه دي؟ خلينا انا في المرتشي. اتفضل يا شخص التبس، ولو انك ما ايه ده، وراح فين؟ كرومبو كريم ابني. كريم خطفوه الأوغاد. كريم كرومبو. ابعد عني يا قذر يا متسخ، ابعد عني يا ملوث كلك جراثيم. حاجة لله ست. ست يا ليل الأدب، اسمها طنط. حاجة لله طنط. طنط أما طنطتك.
بقول لك ايه، ما شفتش كرومبو ابني؟ كرومبو كرومبو لسه ماشي مع أبلة فايدة من شوية. طب امشي يا وغد، مش عايزه اشوفك. مشي ازاي؟ ادور عليه فين بس يا رب. يا رب مشي كده ولا هو كده؟ الله يا رب استر يا رب. يا ترى انت فين يا حبيبي؟ كرومبو ابني، يا حرامي، يا خطاف الاطفال، يا سارق، يا ايه ده مش ابني حبيبي، بس جميل وما شاء الله. طب اعمل ايه؟ يا رب الاقيك يا كرومبو. اروح فين؟ اروح فين واجي منين؟ يا رب الاقيك يا ابني، يا رب يا كريم. يا مجنونه، انت بتعملي ايه يا ستي يا مجنونه انت؟ اديني حاجة والنبي عشان اروح بيها يا ست، ومش لاقي فلوس اروح. فلوسك راحت منك؟ انا مش مصدقاكي. والله ما بكذب. ما تحلفيش يا ابني. انت تعرف الست دي يا بنت اللذينه، يا سفاحه، يا قتاله، انت خطفتي الولد ده؟ ده ابني ابنك؟ والله ابني. ما تحلفيش. والله ما بكذب. انت تعرفها يا ابني يا حبيبي؟ يبقى انت خاطفاه يا ناس، الحقوني والله الحقونا يا ناس، دي خاطفه الولد زي ما ابني مخطوف منها لله اكيد، واهله هيجننوا عليه. حرام عليك، حرام عليك انت يا حرام منيف عليك، يا حرام نجمه، عليا. منك لله يا شيخه، من حرقتي قلب اهله. حرام عليك يا شيخه، يا قذره يا متسخه. اروح فين؟ يا رب الاقيك يا كرم. يا رب الاقيك يا ابني، منك لله يا رب. ساتر يا رب، ساتر يا رب. انا قتلتها ولا ايه اليوم ده؟ انتوا ايه؟ هتموتونا، هتدوسوا علينا عشان راكبين عربيات ولا ايه؟ انا اسفه والله ما قصدتش. دي عندها نوبة صرع دي ولا ايه دي يا مدام؟ طب لو سمحتي اتسرع على جنب شويه، انا ابني مخطوف ولازم الحق اللي خطفوه لاني مش عارفه هما فين. لا ربنا يردهولك بالسلامة إن شاء الله. امين. في حاجة يا اخويا؟ لا مفيش أي حاجة، لا ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر أخويا، ألف شكر، شكرا شكرا. ينوبك ثواب يا مدام، ينوبك ثواب، نودي البت المسروعة دي أي مستشفى، ينوبك ثواب. هي الست دي حامل ولا متقلة في العشاء؟ ايه ده؟ البعيد البعيد اهطل. لا ده طلاق حامل طبعا يا أم اللي عندها انتفاخ، والنبي يا ست هانم والنبي ناخدها أي مستشفى ينوبك ثواب. بص بتعمل إزاي؟ انا هوديكوا عسى ان ربنا يفك كربي لما انا افك كربه إن شاء الله. أنا ممكن أسوق أنا بدل المخمضة والمطبات عشان الحمل يعني. انت انسان في صوره بني ادم. يا مامي لا لا ما تلمسنيش. اركبي تعالي هنا، اركبي جنبيها، اركبي جنبيها. طيب أنا هسوق أنا هسوق. انت بتعرف تسوق؟ ما تقلقيش، ده أنا ما سوقتش من تالتة إعدادي، ما تقلقيش. اركبي اركبي يا هانم. خدها في حضنك، خدها في حضنك. ما تلمسينيش لو سمحتي، روحي الناحيه الثانيه. كرامبا انا عندي صرع، عندي صرع شديد. انت عندك جرب شديد. انا عندي صرع. ما بس يا بت بقى، في ايه؟ انت سرعتيني انا، ما خلاص انت صدقتي ولا ايه؟ معلش يا حسن، ده مجد. انت ايه؟
ده مجد. ايه ده، هو انت مش مريضه ولا ايه؟ لا يا اختي بعد الشر ان شاء الله انت، ما انا زي القرد اهو، هم بس يعني شويه صداع يروحوا ويجوا. يا واخده، امال انتوا هتعملوا فيا ايه؟ احنا عصابه تمن في رغيف. حلوه تمن في رغيف دي. حلو، انا اللي منقي الاسم ده. حلو. ده ما تخليهم ربع يا اخويا لان معانا زبونه. رغيف ايه اللي انتوا تمن فيه؟ اوه ما بس بقى ما تجوعونيش. بص من الاخر احنا عصابه وخاطفينك. قلتلك. لا احتمال لا يعني برضه لسه مش متاكدين، بس قولوا لي عشان انزل لان لسه ما شاورتش نفسي. يا ريت تنزلي، على فكره البت دي هي اللي شكلها مجنزره الخطف. انا اللي عايزه انزل بس خايفه اتحشر. ما تتخرسوا بقى شويه، خلونا نركز في الخطف دي. اول خطفه اخطفها. بس انت قول لي بس الدبرياج منين عشان انت عارف انا اخري توك توك. الدبرياج فوق. فوق فين بقى علشان انا امسك نفسك هنا. يلي على الترعه يحود على المالح، يلي على الترعه يحود على المالح. ابني جرب، وابعدي ايدك القذره المتسخه دي عني. ليه وانا لسه مطلعاها من مراخيري؟ انت ايه قذره، بقالك سنه ما استحمتيش. ريحتك قبر. يا سبحان الله، اهي واحده لا تعرفني ولا تعرفك وقالت الحقيقه اهي. صدقتي؟ ايه بقى شعرك ده؟ ماله بقى شعري؟ الملقوش في الشعر عيب. هتطيري السيجاره اللي شاربها. كله بيبه وامله وزبانه، لازم تقصي او تعملي فيه اي حاجه. بقول لك ايه، انا خلقي ضيق والامل بيعصب، ده بيسحب من دمي. اقتلها. اهدى يا نمرود. اوعوا تفتكروا ان انا هسيب لكم عربيتي علشان انا ست حامل ولا ضعيفه. ثانيه واحده بس، هي العربيه اوتوماتيك ولا مانوال؟ اوتوماتيك. تمام. انا قويه، انا نص وزني اراده وتحدي. وانا وزني كله تجرامه. بص بقى يا وليه انت عشان ليه شايفاني ببيع جبنه قريش معاكي في الحاره؟ ومالها بقى بتاعت الجبنه القريش؟ طب ده احنا عندنا واحده في السوق بتبيع الكيلو ب10 جنيه بس زبده، والوليه طيبه يا ريت ننفعها. ريحتك قبر. بقول لك ايه، انا مش عايزه اتعافى عليك منك حبله. اسمها حامل يا واطيه. انت اسمك ايه؟ خدامتك فكه. انت فجه مبتذله. معاكي موبايل؟ كان معايا عده بشريحتين بس ولاد الحرام سرقوه مني في السوق. انا شاكه في الوليه بتاعت الجبنه. ليه انت مش بتقولي عليها طيبه؟ ما كانت طيبه قبل ما تسرقني. طب معاكي عده تانية؟ لا والله. يا استاذ معاك موبايل؟ لا والله. استاذ معاك موبايل؟ انا معايا. طب هاتوا له سمعت. اتفضلي. شكرا. هتصل. خدوا منها يا نمرود. نمرود نيمها. هتبقى ركزي هنا. ايه البت الدوشه دي؟ معلش. شغل لنا يا عم مهرجانات يا عم. صدعتك. صدقتني. يا لهوي دي شكلها ماتت. ما قتلتها. اخرسي يا بنت المجنونه دي، خبطه خفيفه ما بتموتش. اقتلها هي كمان؟ تقتل مين يا تقتل اختك؟ اختي؟ انا ما عنديش امر ارحميني في الشغل، انا اقتلها على طول. ياض انت خلصت على عيلتكم كلها، دي اللي باقيالك. ايه ده، احنا ما اتفقناش على كده. قتل لا. بص يا معمله. هنودي الجثه دي فين؟ جثه مين يا مهترئين؟ ايه ده؟ ايه مهترئين دي؟ شكلها شتيمه يا. حاسس كده. مهترئ اهترأ فهو مهترئ. اهترأ الحبل. اهترأ الحبل. اهترأ الثوب. اهترأ الثوب. اهترأت الفاكهة. اهترأت الفاكهة. يعني فسدت، يعني انتوا مهترئين. اذا كان كده ماشي. ايه ده؟ مهترئ. ايه ده؟ هي الوليه دي ضربتني على قفاها ولا ايه يا نمرود؟ ضربت على قفاك. لو سمحت وقفني هنا من فضلك. لا مش هقف، انت بتضربيني على قفاها ليه؟ طب معلش لو سمحت وقفني هنا من فضلك. لا ما تضربنيش على قفاها، تضربيني على قفاها ليه؟ وقفني هنا. طيب انت عايزه ايه مننا بالظبط؟ عايزة تيشو. ايه ده؟ الحق دي بتقول لك عايزه تنشوك، الظاهر بتتوحم. ما هي دي شهور الوحم. يبقى نقتل العيل. عيل ايه اللي انت عايز تحبسنا وخلاص؟ ويت وايبس. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ يعني مناديل. طب ما تقولي مناديل. خدي يا اختي. يا وليه هو انت راكبك عفريت؟ ابعدي ايدك المبتسمة المتسخة دي عني. هتجيبيلي تسمم حمل ودوني المستشفى. مستشفى ايه؟ انا اللي هولدك. بس اخرسي بقى. اسمها مدام مش ولية يا مبتذلة. يا وليه حاطين انت في ايه ولا في ايه؟ قبر راحتك، قبر خناقتيني، بطاطك قبر. تعالي بقى.
كده بقى ولد على نظافه. بس العيل ممكن يتزفلط مني، هروح اجيب حاجه تمروا فيها. ما تسيبنيش يا قذرة، ما تسيبنيش. بس بقى اهملي. يا رب يا رب انتهى بالسلامه يا رب. يا رب ابعت لها ساعه سهله يا رب. يا عم اقف في حته بقى، خيلتني. ياض مش عندنا حاله ولاده ياض في البيت، لازم نبقى متوترين. يا رب انتهى بالسلامه يا رب. يا رب تولد بقى يا رب. يا عم كفايه بقى، في ايه؟ ما كفايه الست اللي معصباني بصوتها دي. اقعد بدل ما هم اقتلها هي وفكه واللي في بطنها. اخي تنيل. يا رب يا رب تولد يا رب وانتهى بالسلامه يا رب. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. هي ولدت كده؟ الحمد لله الحمد لله. نفسي اكتب الواد ده باسمي. وده اسم ده؟ في حد في الدنيا اسمه نمرود؟ ده اسم يودي النار. يا سلام، يعني انت اللي اسمك شادي؟ ماله لانشون؟ شوف الكيلو بكام دلوقتي وعمل منه بالفراخ. مش فاهمك انت. هات البتاعه دي. هات نفس. باش يا حلوه يا باش يا دعمه باش. امشي يا كلب عينه، عود الدبانانو، هو ناوي. اخرسي يا بوبي، اخرسي، بتهوهوي في وش بنتي يا قذرة يا متسخة. بنتي الحبيبة الغالية، ولدتك في أقذر بقعة على سطح الأرض. هشوفها. لا بس مش هتشوفيها قبل ما ابوها يشوفها. أبوها طارق هنا. لا لانشون جوزي. حقيرة، أشوف بنتي قبل ما أموت. ما هو انت لو هتشرب الحشيش تشرب الحشيش بالنهار، علشان بالليل ما ينفعش تشرب الحشيش. ليه؟ عشان انت بالليل نازل تسرق، لازم تبقى فايق. لو هتشرب بالنهار. واحنا دلوقتي بالنهار ولا بالليل؟ النهارده السبت. انت هتشرب السبت يبقى الحد. خلاص يا اختي سجد، انا فرحانه بيكي، صوتك عالي زي امك. الحمد لله على السلامه يا فكه. طمنيني، جبت ايه؟ حته بنت بس وزنتها طلعت 8 كيلو. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. شبهك يا بجد؟ طب اديني بوسه اديني بوسه. لا انت انفاس الحشيش طالعه من نخاشيشك، ودي حته لحمه حمراء. انا عايزك بقى كده يا فكه تشدي حيلك معاها وتعلميها النشر. لا انا حابه الصراحه يعني اوقفها على الناصيه. طب ما تداني انا اعلمها لكم القتل دغري ونخلص. بصوا الصراحه انا همشي معاها خطوه خطوه، وهي وميولها. انا ما بحبش اضغط على العيل في التربيه. صح، خليها تسرق بالليل. ايه ده؟ هما اللي عملته ده كان ايه؟ هما اللي وروها لي دي كانت ايه؟ لا يوم الصبح المغرب علشان احنا نشرب الحشيش بالنهار. ايه ده؟ هي الولاد بتصوت كده ليه؟ هو ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله الوليه دي؟ امال العيله اللي على ايدي دي ايه؟ ده انا ايدي خدلت. طب خشي شوفيها بتنادي عليكي ليه. خش. حاضر يا مدام. فانت لو هتشرب الحشيش تشرب بالنهار عشان او السبت المغرب. ديدي ايه ده؟ راحت فين؟ سايب الموبايل هنا. ايوه يا ماما. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ هي ديدي وكرومبو جولك؟ ما جوش؟ لا اصل انا لسه جاي من الشغل ما لقيتهمش. طب انا هدور عليهم عند الجيران. يلا باي، هطمنك. باي باي. غريبه. ايه ده؟ عيله تانية. ما شاء الله الوليه دي ولاده. ما شاء الله. بس الولاده دي تعبتني قوي يا لانشون. العيله دي جايه قيصري، الاولانيه كانت طبيعي، والوليه ايه؟ بتولد وبتتكلم وبتشتم. لفلي سجاره يا نمرود. الله. طب والاطفال؟ ملعون ابوه، ما انا صدعت. الفلك ايه سيجاره؟ لا الفلك سيجاره ده في ايه؟ ده الفلك وشك مكان قفاكي. من امتى انت بتشربي حشيش؟ ده بانجو. اخصى عليك يا نمرود. يا دي الوقعه على السوق. ده انا اللي معلماك اللف يا واد. امك الله يرحمها قبل ما تموت الله يرحمها قالت لي خلي بالك من اخوك يا فكه، عايزاه يطلع نصب قد الدنيا. علمتك السرقه والنشل واللف. يا نمرود الله يرحمك ياما.
الولية قبل ما تموت سرقت الحلقة الحمصة اللي في ودني. يعني انت زعلانه على الحلقه لما سرقته ومش زعلانه على عمر ابويا اللي اتسرق؟ الله يرحمها بقى، ده انا كنت هقتلها بس ما تبص عليها غير الراحه. ده ايه البوم الذكريات بتاع عيلتكم المهبب ده، الله يخرب بيوتكم. ده انا لو كنت اعرف كده ما كنتش اتجوزتك ابدا. لكن اعمل ايه بقى في ابوك الله يرحمه؟ حط لي المسدس في ودني، واخوك ده الله يحرقه حط لي المطوه في جنبي، وقالوا لي لو ما اتجوزتهاش هتطلع لك بالليل وانت نايم وتاذيك. خفت انا بقى وقلت اتجوزك واتقي شرك، انا مش ناقص كوابيس، انا احب انام براحتي. بتخش يا عم تنام ولا شوف انت هتعمل ايه يا عم؟ ايه الورقه دي يا بنت؟ الولية المزغودة ادتني علوان البياع اللي خطف ابنها. امان عليك يا نمرود تروح تجيب الواد لحسن الولية كلت نافوخي، وبعدين يا عيني قلبها محروق عليه، وكل ما تتزنق تولد، كل ما تتزنق تولد، وانا صحتي بقتش مستحمله يا اخويا، انا عندي هشاشه في ركبي. لا يا اختي سلامتك وسلامه ركبك. ماشي، انت يعني بتلعبي على الحته الحساسه اللي في قلبي؟ معلش. ماشي، من بعد بكره ابنها هيبات في حضنها. وليه مش بكره؟ انت مش قلت بكره مش السبت؟ السبت المغرب. خلاص، ولما باتش في حضنها في سالف العصر والأوان بنتان حلوتان طعمتان، كان اسمهم وجدان وأسمهان، وكان باباهم الشاطر طارق زمان اتقدم لديدي ست الحسن والجمال، لكن بابا ديدي كان قلقان. انا جبت لك مغات عشان ما لقيتش حبهان، عشان تبقى ماشيه مع الحدوته بتاعتك. فجأة اتأخرتي عليا ساعتين. معلش يا حبيبتي، اصل رحت السوق طحنت لك حلبه وجبت لك عسل اسود عشان تتقوتش كده وتشدي. انت معاكي عيلتين، انا عايزه اشوف افروديت بترضع ماشي، وبعدين عديت سرقت كفولتان وملايتان عشان العيلتان. بس منك لله قذره. معلش وانا بصنت كنت سامعاكي بتقولي ابوكي كان قلقان، هو جوزك كان لا مؤاخذه بتاع نسوان؟ اخرسي. طارق فارس بني خيبان. مين؟ سمير غانم؟ سمير غانم ايه يا بنتي؟ بقول لك جوزي. هو كان عنده مشكله بصراحه، عضال بتهدد حياتنا الزوجيه، هي مشكله صحيه. بس ما تكمليش. عارفاها المشكله دي؟ عندنا اختها مهترئه. فهمتك، عينك كلها ابتذال. انا قصدي ان هو كان بيشخر وهو نايم، ده مرض عضال، بس انا احترمت فيه ان هو واجهني وما خباش عليا. علشان كده بعد تفكير عميق واستخاره وجهاد نفس قررت ان انا اقبل التحدي والصمود واحارب من اجله. قررت ان انا اتجوزه واضحي بكل حاجه. هو جوزك كان بيشخر دي مشكله؟ انت عارفه السرير اللي انت والده عليه ده لو نطق كان قال جاي، اصل يعني لانشون عنده تبول لا ارادي. كل يوم اصحى الاقيها عامل فطيره مشلتته قد كده، تقوليش فطاطري مزروه الدنيا. بس عرفتيني انت مبتذله وقذره. لا بقول لك ايه، ما تنسيش انك مخطوفه، انا لولا انك نفسه كنت اتعافى عليكي. امشي يا قذره يا مبتذله، ريحتك قبر وبطنتك قبر وقطتك قبر. انا هقوم اعمل لك حاجه تدفعيها. طب لو سمحتي اعملي لي بيكاتا بشامبينيون. لا غلط الحاجات دي، بيقولوا الوالده العيل يتزلط من هنا يتحط مكانه كتكوت شمرتي. فطيره، انا قاعده على فطيره قذره. انا جوعت بقى يا فكه. وانا كمان. خلصي الغدا بسرعه بقى، عندك علبتين بلوبيف مسروقين جوه على الرف. لا ما انا كلتهم. هتلاقي علبتين تونه مسروقين فوق عندك على الرف. لا ما انا سرقتهم. اعمل لنا كوبايتين شاي يا فكه. عصابه. نعم. لو سمحتوا عايزه حد فيكم يوصلني بيتي دلوقتي حالا، زهقت. تعالي معايا اوصلك لحد اخر الشارع. وصلك ايه اللي في اخر الشارع؟ الله يخرب بيتك يا ست، انت مخطوفه واحنا عصابه وخاطفينك، اقتنعي بقى ما تزهقيناش في عيشتنا. بس اغبياء خاطفيني، لكن اغبياء. علشان تبقوا حراميه محترمين وقد الدنيا لازم تبقوا اذكياء، مش بالشكل اللي انتوا فيه ده دلوقتي خالص. لا خلي بالك، انا كنت اذكى واحد في المدرسه.
ايه ده لانشون؟ ايه ده برافو عليك، انت كنت في المدرسة يعني متعلم. لا انا كنت في المدرسه بس مش متعلم، بس بعلم على اي حد بيضايقني. يعني ايه؟ يعني بقى خرجت بقى علشان اصرف على اخواتي. احنا هنكدب من اولها. انت اصلا ليك اصلا ده احنا اللي لميناك. انت ليك اخوات؟ لا انا وحيد. لانشون لانشون لانشون، هو انت خرجت من المدرسة وانت في سنة كام؟ كان عندي بتاع 30 سنه. 30 سنة ولسه في المدرسة؟ ازاي؟ لا ما انا كنت رايح اسرق الناظر بتاع المدرسه، كان عنده عربيه حلوه زي عربيتك كده. على ذكر عربيتي اللي انتوا سرقتوها، عشان تعرفوا انكم اغبياء، انتوا عارفين ان البوليس ممكن يعرف عنوانكم في منت؟ عارفين ازاي؟ ازاي؟ من رقم عربيتي. قلت لك البوليس هيتصل برقم العربيه، ما صدقتنيش. يا عم انا اصلا مقلبه معاش موبايلات. يقبله منك ليه؟ عايزين البوليس ما يعرف لكمش طريق ولا الجن الازرق. النبي. عارفين تعملوا ايه؟ نعمل ايه بقى؟ بقول لك ايه، انا لو شفتها هقتلها. نزل الهباب دوت، ما توديناش في داهيه. الله يخرب بيتك، هو كل حاجه في الدنيا القتل؟ في حاجات تانية غير القتل يا ابني. قصدك اشنقها؟ حلوه شنوق. اشنقها. لو سمحت ركبني معاكي الميكروباص، انا وضعي حرج جدا وظروفي وحشه قوي، لو عرفتها هتعيط بعينيك الاتنين والله العظيم. انا بناشد فيكي الانسان ووعد شرف، اول ما هروح البيت ان شاء الله هكتب لك شيك بالاجره كلها، لان انا دلوقتي من الفقراء والمساكين وعابري السبيل، ما معيش ولا مليم. انت ريحتك قبر، بس يلا مش مشكله، مش هنناقش موضوع الريحه ده، انا هشوف لك صرفه فيه. انت اخرس؟ امال بتبتسم ليه؟ يعني حاساك موافق مش كده؟ Tu es très gentil et sympathique. يا أسطى أنت جونتي، أنت راجل في زمن شح فيه الرجال. يلا سوق على سرعة 120 بس حسب من المطبات، عشان فجأة بتقول إن أنا نسفة. على فكرة احنا مستخبيين وراكي من بدري وانت مش واخدة بالك. محترقين.
ايوه احنا المهتريين. نشكر يا عمنا. اطلع يا اسطى على سرعه 240 وما يهمكش المطبات. خش عايزه تهربي مننا احنا؟ ابعدوا عني يا مهترئين يا مجرمين يا متوحشين. اخس عليكي يا ديدي كده تخليني بره وتهربي. ابعدي عني يا ملوثه، شيلي ايدك عن وجدان واسمهان. المهم دلوقتي هنعمل ايه في الولايه دي؟ فكرت في فكره جامده قوي واحنا جايين. ايه؟ احنا نقتلها ونقتل عيالها ونرميهم في الصحراء في الشمس 3 ايام لحد ما ينشفوا. الله يخرب بيت الجرايم الغريبه اللي انت عايز تعملها لنا دي. انت ايه في داعش؟ لا احنا ما اتفقناش على القتل يا جماعه، احنا قلنا نسرق بس وبعدين نروح برضه. لو حد فيكم مد ايده عليا هيروح في 60 داهيه. جوزي زمانه اتبلغ البوليس وهيوديكوا في كلبوش. شفتوا؟ اهي عرفت اشكالنا وعرفت البيت اللي احنا قاعدين فيه وهتبلغ عننا. بيت؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ امسكي عنك يا اخت. امسكي بالراحه. سامي السلام. ده بيت يا قذرين يا معفنين؟ انتوا هبل ومتخلفين واغبياء، لصوص لكن اغبياء. الله وبعدين معاكي في الغلط ده يا ست؟ احنا عملنا فيك حاجه وحشه من ساعه ما خطفناكي؟ مش بقولك متخلف؟ خطفتوني وهذا يكفي. انا رايي يعني بدل ما تهدروا طاقتكم في الاجرام والسرقه والقتل، انا رايي تفكروا في حاجه شريفه تشتغلوها. جبت الديب من ديله يعني؟ قال لي احنا ما حاولناش يعني. ما احنا اشتغلنا واشتغلت انا سباك، قعدت يوم اشتغل و20 لا. ولانشو اشتغلت ايه؟ اشتغلت في ورشه خراط واتحرقت. واشتغلت سواق تاكس واتحرق. التاكس مش انا. واختي فك اشتغلت في شقه وفي الاخر عملوا فيكي ايه؟ طردوني. طبيعي عشان ثوابعك القذرين. لا والنبي يا اختي ده انا كنت مخليه لهم البيت قشطه وكنت مستحمله شتيمه وتهزيق وقله قيمه وتحرش. يا حرام، هم اتحرشوا بيكي؟ لا انا اللي كنت بتحرش بيهم الصراحه. طب بس استهدي كده بالله وصلي على النبي. احنا صحيح معفنين بس طيبين وبنسمع الكلام. قول لنا انت عايزه ايه واحنا تحت امرك. انا فعلا لمست جواكوا البني ادمين برغم الوحوش اللي انا شايفاها قدامي. عشان كده انا قررت ان انا اساعدكم، بس تسمعوا كلامي بالحرف الواحد. واجب. لابتوب ايه ده اللي انا بدور لها عليه ده؟ تقول لي كان في العربيه. ده العربيه كلها اتفككت، هلاقيه فين انا دلوقتي؟ قال ايه عليه صور كرومبو. والله كرومبو ده اللي هيحبسنا في الاخر. ايه ده؟ ده الواد نايم على اللابتوب. الله يخرب بيتك، انت كرشك صاحي ولا ايه؟ يا جدعان حرام يا ابني يا متعمليش صوت. انا بفكر اخد العربيه دي مكان اللي انتوا سرقتوها مني يا لصوص. بس كده سرقه حرام. امشي يا مهترئه، امشي روحي الناحيه التانيه لحد ما اشوف هي بتتسرق ازاي. في هنا بيبقى حاجات كده مدلدله بيعملوها في الافلام. يا بنت القروبه دورتيها ازاي؟ عشان تعرفي ان الافلام بتفرق يا متخلفه. ايه ده لانشون؟ لانشون. افتحي. ايه ده؟ انت فتحت العربيه ازاي وازاي دورتيها؟ شفتي السرقه حلوه ازاي؟ انا هضمك معانا للعصابه. شغالين عند كوهين حبيبي. لا مؤاخذة انت ده؟ انا في حاجه يا استاذ؟ لا بس عايزك في حاجه كده. عايز ايه يا عم؟ عايز ايه؟ انا معاك. اجي فين؟ طلع الواد اهو.
واد ايه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا طلع الواد يالا. واد ايه؟ ابن الوليه بتاعت الست بتاعت المقطم المهبوشه في دماغها. وليه يا عم؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه اصلا. يا طلع الواد، قتلته ولا بعته خرده ولا عملت ايه؟ انا مجنون اقتلك دلوقتي. يا عم انا شغال في سوبر ماركت مش في جزار. الكاب ده بتاعك؟ يا عم ده عهده. انا هاخد الكاب. ده بتاع كوهين. يا ده انا هاخد الكاب. يا عم لا طب انا بلاش هاخد الكاب. صاحب الكاب. لا مش قدامي. يا عم انت في ايه؟ يا عبد السلام. لانشون I do appreciate بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي. thank you so much. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، الناس لبعضيها. بس انا يا جماعه ضميري وجعني قوي ان احنا سرقنا عربيه راجل تعبان شقيان حران عرقان. عادي، ما هو كمان سرق عربيتك وفككها، وبعدين السرقه حلوه بكره تاخدي عليها. ده واخد على فكره. ايه واخد دي؟ لا دي حاجه كويسه. على ايه بس يا حبيبتي؟ ده اقل واجب يعني. خلاص بقى ما تقفلونيش منكم، انا ما صدقت ان انا احبكم. عامة يعني انا قررت ان انا اعزمكم، هنروح اون ذا ران، هعزمكم على تشيز كيك وهنشرب موكا. دي اجهزه كهربائيه يا ست المهم ان هي عزمانه. بس انا ما معيش فلوس، هموت الناس دي. انا ما معيش فلوس يا جماعه، اصل انتوا خطفتوني ما كانش معايا ولا مليم. ايه ده؟ امال انت كنت رايحه الاماكن دي تنشلي ولا ايه؟ شفتي اديك استحليتي السرقه وخدت عليها اهو. لا 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 لا، بس انا هعمل لكم كده حاجه حلوه وهعزمكم. دلوقتي انا عامله لكم سربرايز. شكلها فيها سندوتشات. تشتغل يا ولد؟ هكون بشتغل يعني يا باشا صحفي، انا على باب الله. يعني مش حرامي؟ بالليل بس يا باشا. هي الوليه دي راحت فين؟ هو ده الاسبرايز بتاعها؟ تسلمنا للحكومه كده؟ تلاقيها واخده ساعه رضاعه. وده وقته برضه؟ انا زعلانه منها قوي، ده انا لو ولدت معزه كان تمر فيها. انا مش عايزه اتكلم يا لانشون، ده انا رضعت العيال. يا نهارك ازرق، ده انت كده تبقي اختهم في الرضاعه. يعني هما دلوقتي يقولوا لي ايه؟ هيقولوا لك يا جوز خالتي، هيقولوا لك ايه؟ لا احنا لازم نسال شيخ في الموضوع ده. احنا نروح المشيخ. يلا نروح المشيخ. خد يعني انت وين؟ لو مش مدام داليا كانت نزلت على المحضر ما كنتش خليكم تمشوا. شوف الوليه الناقصه اتنزلت عن المحضر. تنيلي دي حاجه حلوه. وهي راحت فين يا حضره البكباشي؟ منتظراكوا بره. تعالى يا ابني امضي. حاضر يا باشا. تعرف مكان المعلم حته؟ يا باشا. اعرف مكان المعلم حته، ده اللي بيفك العربيات حته حته ويديها للناس الشمال عشان يعملوا بقى الاعمال الخطره يا باشا. وتعرف مكانه؟ ايوه يا باشا، انا اعرف المعلم حته بيقعد في انهي حته. تعالوا يا رب يا كرومبو. طارق طارق افتح يا طارق. طارق يا حبيبي انت لسه في الشغل، بيتعب قوي طارق. انا بقول لكم انتوا بتعملوا ايه؟ انا جايباك بتعمل ايه؟ تعال افتح. يا طارق تعال افتح، اتصرف بقى يلا. لا استنى البس الجوانتي ده عشان انت قذر. فكره برضو عشان البصمات. لا لانشون ايه؟ خلاص انا اتصالحت مع قذرتك وقذرتها. يلا عن اذنك، افتح. دي شغلتي بقى. يلا بصي انا كنت ببقى هنا ولما دي مش بالونه يا متخلفه، مش بالونه، مش هتفرق. افتح يا لجوه، انا مش عارف افتح من هنا. افتح يا عم. انت بتعمل ايه؟ انت متخلف. ديدي ايه ده يا ديدي؟ انت كنت فين يا بنتي من امبارح؟ انا كنت هموت عليكي من القلق والخوف، وطارق لف عليكي كل الاقسام. ايه كنت بولد مش شايفه؟ بتولدي فين؟ طارق قلب عليكي الدنيا كلها، راح المستشفى وراح للدكتور اللي انتم متابعين معاه وبرضه ما لقاكيش. انت غبيه؟ شايفاني شايله بنتين وبرضه بتسالي؟ يوتي يا روح امه يا روح امه. ولدتي فين؟ ولدت في اقذر بقعه على سطح الارض. تعيش يا حبيبتي، بيت اختك بردك. عندنا في الخرابه. ايه ده؟ مين دول؟ دول جراثيم محترقين، بس انا خلاص حبيتهم وتصالحت مع بابا. طارق الحمد لله على سلامتك، قلقتيني عليكي، كنت فين؟ بهدلت يا طارق. ايه ده؟ مين اللي كسر الباب ده؟ انا. انت مين اساسا؟ حماده لانشون، استشاري فتحي خزن، اخصائي كوالين. وبيدلعوني يقولوا لي ابو لبيف. والاخ ده مين؟ اخ اللي هيتعمى ما تلاقي اللي يسحبك يا بعيد. شفتي؟ واحد لا يعرفني ولا يعرفك ولا الحقيقه برضه. هو ايه دول؟ بناتك يا طارق، فلذات اجبادك، وجدان واسمهان. خد شيل بقى لان انا هوقعها اصلا من كتر ما هي تقيله. تعالي يا حبيبه بابا يا حبايبي. شيل يا حبايب قلبي. بنات؟ مين فيهم وجدان ومين فيهم اسمهان؟ مش مهم التفاصيل دي دلوقتي خالص. ومن ريحتهم نتنه كده ليه؟ لا الا النظافه ما اسمحلكش، نظافتي خط احمر. انت ولدتي؟
انت تولدي ازاي من غير اذني؟ لا بعد اذنك يا استاذ، هو اي حد اللي ولدها يعني؟ ده انا خدمتك فكه، استشاريه مساحات، اخصائيه بلاعات، وبعدين يعني ده مراتك هرتني عض، ضراديرها بتاكلها ولا ايه؟ والله يا استاذ قعدنا نتحايل عليها عشان تصبر ما تولدش وتستناك، بس تقول ايه بقى؟ دماغها ناشفه. اسكتوا بقى شويه، المهم المصيبه اللي احنا فيها، ابننا كرومبو وانا مش لاقياها. ديدي ما تقلقيش، كرومبو عندي. انت اللي خطفتي ابني؟ زميله. ديدي خطفته؟ ديدي انا وفاء صاحبتك. يعني كرومبو عندك؟ ايوه عندي جوه نايم كل الفتره اللي فاتت. ايوه. بس يا نجوان، بص يا نجوان، ريحتك طفحت على العيال. تعالوا نخش نشوف فيه جوه. لانشو ايه ده؟ ده الواد امشي نمرود. لانشو امشي بدل ما اقلبك قرد. لانشو ياض ده انت اشتغلت ساحر؟ لا ده المستند الاول. ايه ده انت جايب يوسف شعبان في شوال؟ اتفرج اتفرج يطلع يا والنبي يا عم، ايه ده؟ والنبي يا عم ما عملتش حاجه والله، ولا اعرف حاجه والله يا عم. ايه ده يا؟ والله ما عملت حاجه والله. ما لقيتش العيل، قلت اجيب لكم الواد في شوال. ما لقيتوش ايه يا ابني؟ فكوا لا هتخانق، فكوا حرام عليك. طب اقتله. تقتل ايه يا ابني؟ يا ابني في جرائم كتير اهم من القتل. فكوا طب اقتله مره واحده بس. يا ابني انت هتأجر عجله مره واحده ايه؟ فكوا يا عم. طب روح جيب لي علبه كليوباترا يلا من السوبر ماركت يلا. الحادثة بيه. يلا امشي يا. بقول لك ايه؟ الشقه دي احنا لسه كاسرينها، ما تيجي قتلنا. تقتل ايه يا ابني؟ في جرايم اهم صدقني من القتل. تعال ايوه كده. حبيب قلبي، حبيب قلبي، حبيبي انت بتعيط علشان اللي ماما شافته علشانك. انا شفت الاهوام وعديت البحور والجبال. انت لقيتي فين؟ ايه يا بنتي، انت لحقتي تنسي؟ مش لما انا جيت اخد منك كيس الدقيق عشان اعمل كيكه خدته معايا؟ كوكي كرومبو، صباح الفل، صباح الورد. مالك يا بيبي مالك؟ يا حبيبي ما تعيطش، تيجي معايا؟ يلا تعالى ناخد كيس الدقيق. يلا يلا يا ناس والله صباح الفل. صباح الورد يا ديدي، انا خدت كرومبو. ها يلا اخويا. ايه يا بنت الجنان ده؟ هتفضلي تضحكي كده؟ فهميني ايه اللي حصل؟ وايه الاشكال الغريبه اللي جايباها لنا بره دي؟ هفهمك على كل حاجة، بس الناس اللي بره دول ناس طيبين قوي، ظروفهم محترقة. شايف شكلهم وحش ازاي؟ اهو ظروفهم بقى اوحش من شكلهم. بص احنا لازم نساعدهم ونشغلهم عندنا. انت فاكراني شغال تاجر مخدرات؟ انا هشغل الاشكال دي ايه؟ بص يا سيدي، لانشون ممكن يسوق لك العربية، مش انت كنت محتاج سواق فاكر؟ لانشون ده اخره عند تدمير القطط. وفجأة بقى ممكن تساعدني في شغل البيت. هي صحيح قذرة وكلها أمل وبيب وسبان، بس مش مشكلة، أنا هبقى أنظف البيت بعدها على طول. ياي ياي يا ديدي، بس دي بلدي قوي وبيئة. بس إنسانة من قبل ما تبقى حيوان. انت اللي بتقولي كده؟ انت يا ديدي اللي بتقولي كده يا صحي ومفيد؟ انت يا اللي ماشية طول اليوم في البيت بالمنظفات والديتول؟ انت يا مس نظيفة؟ أنا اتحررت من أمراضي، أنا خفيت، بقالي يومين ما استحمتش. حقيقي؟ برافو عليكي. نمرود بقى، نمرود ده مين كمان؟ أخو فجة، هو شكله مجرم قوي. ممكن نشغله عندك في الشركة بودي جارد يحارب الأشرار. الله، نمرود المجرم بودي جارد، الله هو ده اللي ناقص. عارف الأوضة الفاضية عندنا ممكن نخلي فجة تقعد فيها. لا وعلى ايه؟ ما تخليها تبات معانا في نفس الأوضة أحسن. إيه يا طارق، أنا بتكلم جد، أنت بتهزر. ايه يا طارق؟ أنا عن نفسي موافقة، بس ممكن بس يا ديدي أطلب منك طلب صغير. إيه؟ ممكن تغيري اسم فجة ده لأنه لوكال قوي؟ لا، ما هي ما اسمهاش فجة، اسمها فكة. لا والله. احنا قاعدين نتكلم كده وسايبينهم، عيب ما يصحش يعني كده، احنا قلالات الذوق. تعالوا بقى نطلع علشان اعرفك بيهم. They are so cute.
مراتك بقت بيها. ربنا يستر. تعالوا بقى عشان اوريكم. ايه ده؟ امال فين الفرنتشر؟ والملاحة حصر عليها يا حصر عليها. استنى خدوا كل حاجة وسابوا لي الزرع. أصلة برضو. ايه ده، في لاتر كمان بيقولوا ايه؟ ما تأخذناش يا ست ديدي، احنا حبيناكي قوي انت وعيالك، ربنا يخليهم لك، بس الطبع غالب والحوجة وحشة. لو عاوزة تردلنا الجميل صحيح ما تجيش ورانا وسيبلنا الحاجات اللي أخدناها من عندك، بالذات الفازة الزرقاء، وهو تعويض عن السرقة الأولانية اللي باظت. وافتكري بردك إني وليت. ومكملين فقراتنا، ودلوقتي هنبدأ أول فقرة. عندنا 3 صناديق زي ما حضرتك شايف كده، الفنان الجميل حسام فارس. الصندوق الأول والتاني والتالت أبيض أخضر أسود. تمام. هنفتح الصناديق ونشوف الحاجات اللي جواها حضرتك بتستعملها ولا لأ. ويطلع مقلب بقى ونلاقي تعابين وعقارب والجو ده، صح؟ والله ما نعرفش هيطلع فيها ايه، ده بخت بقى. ربنا يستر. احنا هنشوف هيحصل فيها. هنفتح اول صندوق، الصندوق الابيض، ونشوف اللي جواه حضرتك بتستخدمه ولا لا. ما تخافش افتح. ميكروفون. بتستخدم الميكروفون ولا لا؟ والله انا اتعامل معاه لقاءات، لكن انا عمري ما غنيت ولا بقيت مذيع عشان استخدمه مثلا. يعني انت ما مسكتش الميكروفون قبل كده؟ لا عمري. طب لو استخدمت المايك وحبيت تغني مثلا، تغني لمين؟ هو انا عمري ما غنيت، انا صوتي وحش جدا. ولا في الحياه كده، في الصالون، في المطبخ وانت بتعمل حاجه؟ صدقيني مش في مصلحتك ولا مصلحه الناس خالص. لا، الناس بتحبك والناس هتحب كل حاجه هتقدمها لها. انطلق. والله. طب اتفضل يا فندم. والنهارده معانا المذيعه المشهوره عبير، وضيفتنا النهارده فهنسالها انت مين؟ برنامج انت مين؟ قولي لي انت مين؟ طيب انا مذيعه وبعمل تاني حلقه من برنامج اسمه انت مين. مش انا. وان شاء الله يا رب يعجب الجمهور. ندخل على ايه؟ الصندوق الاخضر ولا الاسود؟ على الصندوق الاخضر. الاخضر. تمام. اتفضل. انت ليه خايف كده؟ والله قلقان، اصل الدنيا طيب؟ ما بقاش فيها امان خالص يا عبير. ليك حق والله. يلا ده بسكوت. تستخدم البسكوت ولا لا؟ والله انا عامل دايت، بس يعني احيانا لما ببقى رايح الجيم ومش واكل لازم اخد اي كربوهيدرات وسكريات علشان الواحد بيحرق كتير في الجيم. طب عايز تاكل بسكوت دلوقتي ولا لا؟ ممكن. ليه لا؟ يلا انا والشفا. ما هو لازم كل صندوق نستخدم اللي فيه او ما نستخدمش اللي فيه. ماشي. اوكي. انا والشفا. تمام؟ طبيعي جدا. شفت مفيش تعابين ولا اي حاجه، حضرتك خايف كده على الفاضي. انا قلقان جدا. طيب لا 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 اهدى كده بس. هنرجع الصندوق الاخضر ونفتح الصندوق الاسود. ده انا قلقان منه بجد. انت قلقان من اول الصندوق الابيض يا عم. في كمين يعني، فده يطلع فيه كمين في الاخر، صح؟ تفتكر هيطلع فيه ايه؟ استنى ما تفتحوش. تفتكر يعني ممكن يطلع فيه ايه كمين؟ حاجه تقيله ما اعرفش. لا يعني يطلع فيه ايه كمين؟ ما انا ما اعرفش والله يا عبير. البرامج اليومين دول بقت صعبه قوي، تلاقي فيه مش عارف يطلع تعابين وايد واحد تحتينا كده. ربنا يستر. طب يلا تعالى نجرب نفتح الصندوق. بسم الله. في ايه الصندوق؟ ايه ده بقى ده؟ ليه كده؟ ليه كده ايه؟ ده مسدس. انت بتستخدمه ولا لا؟ انا عندي مسدس مرخصه، بس ما بمشيش بيه كتير دلوقتي يعني. تمام. طب استخدمته مثلا في الحياه ولا في التمثيل؟
لا بيبقى معايا المسدس بتاعي يعني. كنت بمشي بيه بالعربيه لو انا عندي تصوير في اماكن مقطوعه، لو انا مسافر بالليل في طرق صحراويه بيبقى معايا، لان احنا زي ما انت عارفه ان احنا ممكن نبقى بنصور في مكان جبل طبعا وخارجين واحنا مش عارفين الدنيا عامله ازاي، فكنت بستخدمه من فتره بس دلوقتي موجود في البيت. تمام، يبقى احنا كده ال3 صناديق طلعت حضرتك بتستخدمها. تمام. احنا كده خلصنا من الفقره الاولى، هندخل على الفقره الثانيه. والفقره الثانيه المفروض ان احنا في فايز معانا بعمره، هو الحاج خليل، ويا ريت ان حضرتك اللي تقدم له الجائزه بتاعته. ما شاء الله، طبعا ده شيء يشرفني طبعا. ومعانا الحاج خليل، اتفضل يا حاج. الف مبروك يا عم خليل. الله يبارك فيك، متشكرين متشكرين قوي. الف مبروك وربنا يتقبل ان شاء الله. ربنا يخليك حبيبي، متشكرين قوي. مبروك يا حاج، مبروك مبروك يا حاج. بس انا ليا طلب صغير ممكن عينينا، اتفضل يا حاج. ربنا يخليك. انا عندي ابني خريج جامعه لي 10 سنين دلوقتي، ولحد دلوقتي ما اشتغلش ومش عارفين نشغله، فعايزين نشوف له شغلانه كده. هو خريج تجاره بتقدير جيد. وماله يا حاج، سيب العنوان واحنا هنشوف ايه اللي نقدر نعمله له. لا عنوان ايه؟ انا ما جايبه معايا اهو يا محمد. اهو ابني اهو، ما شاء الله عليه، اهو محمد اهو. اللي هو مش لاقي شغل. ازيك يا محمد؟ منور الدنيا يا حبيبي، اهلا بيك. مش لاقي شغل وعايزين ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا حاج. عليك ارحمني بقى. لا ان شاء الله. قدام الناس يا ابني بقى حرام عليك يابا بقى، انت كده تشحت عليا. معلش يا محمد، ما ينفعش تمسك بابا حبيبي. ارحمني بقى. اهدى يا محمد، ده بابا. انت حالك انت بس، خليك ايه ده ايه ده، انت بتتكلم ازاي كده؟ طب اتكلم بأدب، خليكي في حالك، مالكيش دعوه. انت ما عندكش دخلي، عندك لياقه. انت تصرف كل المشاكل دي عاجبك كده؟ انا هقتلك انت مجنون ولا ضابط جلا. انت عبيط سكيورتي جلا ضابط جلا. مجنون ده ولا ايه يا عم؟ ولا ايه ده؟ انت عبيط ولا ايه؟ مجنون ولا ايه ده؟ انا هقتلك والله، هقتلك هقتلك. هو ايه ده؟ حد يطلب اسعاف يا اخوانا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. انتوا هتفضلوا واقفين كده يا اخوانا. طب حد ينده اسعاف يا جماعه. يا عبير انتوا بتهزروا هزار دمه تقيل قوي بجد، يعني ايه بقى؟ انا ما عملتش حاجه، انت اللي عملت كل حاجه. انا عملت؟ انت بتهزري يا عبير ولا ايه؟ لا انت اللي عملت، انا ما عملتش حاجه. ايه الهزار ده يا جماعه؟ لا اله الا الله. بتهزري؟ صراحه احنا بنهزر. يا الهزار دمه تقيل قوي بصراحه يا جماعه، يعني هزار دمه تقيل قوي والله يا عم، هزار دمه تقيل قوي، نشفتوا دمي بصراحه. هي اللعبه كده، حرام عليكم والله. كان لازم نعمل كده. قوم يا عم خليل سلم على حسام. عم خليل، سقفه لعم خليل. مية مية، عايش الدور تمام. صح. قوم يا عم خليل. عم خليل يلا يا عم خليل. نام. عم خليل مصدق. ايوه يلا يا عم خليل، لا بخير. يلا قوم يا عم خليل. عم خليل تسقيفه كمان يا عم العم خليل. استنوا الراجل قاطع النفس. يا راجل يعني ايه؟ ده في رصاصه بجد دخلت في صدره. رصاصه ايه؟ انتوا بتهزروا يا جماعه ولا ايه؟ مش ده المسدس اللي انت اشتغلت بيه الحلقه اللي فاتت؟ لا مش ده المسدس اللي انا جايبه. يعني ايه؟ مش ده المسدس اللي انا حطيته في الصندوق. يعني ايه؟ يا نهار اسود. بتهزروا صح؟ بتلعبوا معانا؟ بتلعبوا معايا. يعني ايه؟ يعني عم خليل مات بجد؟ يعني انا قتلته؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. انتوا عملتوا فيا انا المقلب ولا بجد ولا ايه يا جماعه؟ لا يا جماعه مش معقول. يا نهار يا عم خليل، قوم انت بتهزر معايا صح يا عم خليل؟ يا عم خليل قوم يا عم خليل. يا نهار اسود، ايه ده؟ لا انتوا بتهزروا، انتوا بتهزروا معايا. عم خليل، عم خليل، عم خليل، عم خليل.
أنا مش فاهم إزاي قدر يدخل سلاح حقيقي جوه الاستوديو. ده ممنوع في المدينة أساساً. المدام عملت نفس المقلب اللي عملته الحلقة اللي فاتت، معرفش بقى اشمعنى المرة دي يعني اللي حصل كده. انتي مخك ما بقاش في الشغل خالص، وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. يا مدام انا حطاه ازاي مش موجود؟ اتفضلي اطلعي بره. ليه يا مدام؟ بس اتفضلي اطلعي بره عشان خاطري يا مدام والنبي سامحيني، دي اخر مرة. قلتيها كتير قوي. دي اخر مرة والنبي. الحبة بقى الحبة، اتفضلي اطلعي بره. يا مدام والنبي اخر مرة الله يخليكي. انا قلت اللي عندي، اتفضلي اطلعي بره. بره بره بقى يا مدام، الارزاق بيد الله. شواحي شواحي، ما ده العادة بتاعتك. وارمي الفستان قوي. انا ما اعرفش اي حاجه يا فندم، الموضوع ده كله مسؤوليه عامل الاكسسوار. والله العظيم يا باشا هو نفس المسدس اللي بستعمله كل مره. يا فندم انا ماليش علاقه بالموضوع ده كله، انا بنفذ اللي هم بيقولوه، وبعدين اتفاجئت ان المسدس حقيقي. بعدين لا مؤاخذه لو شفت حد بيبدله كنت هقول لك على طول يا باشا. بعدين يعني انا لو كنت اعرف ما كنت هقول، اصل يعني هي المواضيع كلها واضحه. نعم خليل انت راجل طيب ومحترم، ملوش اعداء علشان حد يقتله. يا فندم انا ما عنديش حاجه اقولها، كل اللي اعرفه ان المسدس ده اتبدل ازاي انا ما اعرفش، وبعدين هبدله ليه؟ ايه مصلحتي؟ ده في الاخر برنامج، انا ما بشكش في حد، انا ما بشكش في حد خالص. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفوا لك، انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه سودا. اما وريتك يا حبيبي.
هعمل كده ليه؟ هقتل كده قدام الناس، قدام الكاميرات كلها؟ ازاي يا فندم؟ طب ما هو بالعقل، الحكايه كلها بالعقل، يعني لازم برضو البني ادم يفكر شويه. يعني انا من برنامج فيه هزار اعمل فيه كده ليه؟ ازاي يا فندم؟ ازاي يا فندم؟ ازاي كله بالعقل. الحقيقه انا مش عارف حضرتك طالبني ليه. انا ما كنتش موجود اصلا يوم الجريمه. انا بخلص البرنامج بتاعي قبل البرنامج بتاعها بساعتين، بخلص وبمشي. انا كنت موجود اول يوم تصوير ليها بس عشان ابارك لها مش اكتر، لكن يوم الجريمه انا ما كنتش موجود. بس تحليل المعمل الجنائي اثبت وجود بصمات ليك على المسدس يا كابتن. بصمات ازاي يعني؟ انتوا اكيد غلطانين. هو المعمل الجنائي في بينه وبينك مشاكل شخصيه مثلا؟ يعني ايه حضرتك؟ مش فاهم. ولا برنامجها عالي قوي واخد وقت اكبر ومساحه زياده، او يكون لقى استحسان عند مدير القناه زياده شويه. عبير مش اشطر ولا احسن مني. الحكايه كلها انها اكلت عقل رئيس القناه. شويه دلع على شويه مياصه يعني. ده مش معناه ان انا ابدل مسدسات يا باشا. بس بعد تفريغ شرايط المراقبه اللي في القناه اتاكدنا ان انت اللي بدلت المسدسات. ايوه. انا اللي بدلت المسدسات عشان مش هسمح لها تدمر حياتي مرتين. انا حبيتها زمان وسابتني ورحت اتجوزت واحد تاني عشان اغنى مني. سابتني عشان الفلوس، عشان انسانه انانيه دخلتني المصحه. مش هسمح لها تدمر حياتي تاني. هقتلها وهقتل رئيس القناه كمان. استاذ عبير، سعيد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا سعيد. الناس كلها في المحطه كانت بتدعي لي، متشكرة. وكنا متاكدين ان ربنا هينصرك ويظهر الحق. متشكرة قوي. نورتي بيتي. الحمد لله على السلامه يا استاذه. ازيك؟ نورتينا. الله يخليك. ميرسي يا حبيبي. ازيك؟ الف الحمد لله على السلامه. اهلا، ازيك؟ متشكرة قوي، متشكرة جدا. نورتي الدنيا يا استاذه. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، وحشتوني كلكم والله. الحمد لله على السلامه. مارك، متشكرة ليك، الله يسلمك. توني، متشكرة جدا، الله يخليك، الله يخليك يا حبيبي، متشكرة ليك. متشكرة قوي يا معتز. نورتينا يا ست الكل. الله يخليك، متشكرة متشكرة ليك قوي. متشكرة قوي. الله يسلمك، الله يسلمك. نورتي. كنت وحشني جدا، كنت وحشني جدا. عايزة احكي لك على اللي حصل لي. لا بصي يا معتز، مش كل مره هنعمل نفس اللقاء. اتفضلي يا عبير، اتفضلي. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. بتهيألي التجربه السخيفه اللي انت مريتي بيها قوتك زياده وحمستك اكتر للشغل، مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. طيب اقدر اقول بقى هتكوني مستعده امتى ترجعي برنامجك تاني؟ اسمح لي يا فندم، انا مش هعمل برامج مقالب تاني ابدا. ليه؟ دي الفكره كانت ظريفه وكسرت الدنيا. انا عارفه طبعا يا فندم، بس بعد تجربتي الاخيره الحياه اتاكدت لي نظريتي في الحياه. كفايه انا بقى نضيع وقت الناس في كلام فاضي.
هيستفيدوا ايه يعني لما يشوفوا فنان خايف ولا فنانة مرعوبة؟ احنا كده بنضحك على آلام الناس وبنقتل جواهم وجوانا إحساس الرحمة. عندك حق. امبارح لقيت ابني متصور سيلفي مع عربية عاملة حادثة. بيني وبينك خفت عليه، حسيت ان في حاجة مش طبيعية بتحصل جواه. مش جواه بس يا فندم، ده جوانا كلنا. عشان كده عايزين نرجع نشجع الناس ان هي تعمل برامج كلها خير وحاجات فيها فايدة. ضيعنا وقت كتير قوي في برامج تسالي تافهة وبرامج ملهاش أي لازمة. عايزين نساعد أطفال مصر عشان نساعد بعضينا، كل واحد باللي يقدر عليه، وربنا معانا. وليد بعد إذنك مش عايزة يبان، أوكي؟ حاضر يا استاذ. استاذه هنبدا بالانترو وبعدين هنخش في الحلقه على طول. حاضر. تمام. يلا يا جماعه احنا جاهزين. مش عايزة السلك يبان. شكرا يا عم بكر، ربنا يخليك. خلاص هو حلو كده تمام. ميرسي يا وفيق، ربنا يخليك. أهلا أهلا فنانة. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ ازيك، أخبارك إيه؟ كله حلو؟ الحمد لله. والله انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك احنا اللي مبسوطين جدا ان انت معانا. ربنا يحفظك. اول حلقه ويا رب خير لينا ان شاء الله. مساء الخير جدا واهلا وسهلا. ايه ده يا كابتن فؤاد؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. استاذ ياسر. اهلا يا كابتن. اهلا. والله بحبك جدا وبتابع كل برامجك انت والاستاذه. والله ربنا يكرمك. اهلا. اتفضلي. ايه ده ورد كمان ليا؟ متشكره خالص. اقل حاجه. لا متشكره خالص. ما شاء الله الديكور هايل. جميل الحقيقه، والبرنامج اول حلقه احنا قلقانين شويه بس يا رب خير ان شاء الله. لا خليها على الله. ان شاء الله. ان شاء الله خير. جمدي قلبك. الله يخليك. ميرسي. تسمحوا لي اخد صوره معاكم بالمناسبه دي بقى ان هي اول حلقه. حاضر. اتفضل. اوكي. يا معتز. اتفضل يا استاذ. فاكر لما صورتك بره؟ حصل يا استاذ. ممكن تصورني مع الاساتذه؟ اكيد طبعا اكيد. اتفضل. اتفضل يا فندم. ممكن موبايلك؟ يا معتز صورنا انا يا معتز. صورنا. حاضر. اوكي. اوكي اتفضل يا استاذ. اتفضل يا حبيبي. يلا شدوا حيلكم يا جماعه. ميرسي يا فندم. يلا يا جماعه جاهزين؟ ميرسي يا كابتن. ميرسي يا كابتن. متشكرين جدا. اتفضل. ربنا يخليك لكل الملاعب يا رب. ميرسي يا عم بكر، حطها لنا في الاوضه الله يخليك. ميرسي لحضرتك. فرج، نعم يا عسلية. ما تنساش الكابتشينو بتاع المدام تدخله لها اوضتها عشان هو اللي بيعدل لها دماغها. حاضر من عينيا. حاضر. ما تنساش من غير سكر. حاضر يا سكر زيادة يا موز انت يا عسل. يا دمك يا اخي. بقول لك يا بت، ما تسيبك من الشغلانة دي وتعالى ستتك على حق ربنا. كان غيرك اشطر. يلا اتكل على الله، روح شوف شغلك. وين اللي في بالي يا رب. أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج أنت مين؟
واسمحوا لنا ان احنا نتعرف على فقرات البرنامج. بس قبل ما نتعرف على فقرات البرنامج، معانا النهارده الفنان المحبوب ياسر الطبجي. الفنان ياسر الطبجي، اهلا بيك استاذ ياسر. لا مؤاخذة، انا بس البتاع اتدلق مني على المكتب فانا ما رضيتش ابوظ الدنيا اول حلقة بقى. ولا يهمك، اهلا بيك ومنورنا في البرنامج بتاعنا. خليكي ده نورك. والبرنامج زي ما انت عارف اسمه انت مين، وهنحاول نتعرف على الجوانب الفنية والإنسانية على قد ما نقدر. فاسمح لي ان انا اسالك في اول سؤال كده، يعني انا مش هسال السؤال التقليدي اللي الناس بتساله. هقول لك انت عملت اعمال كتيره. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. ايه اقرب عمل لشخصيتك الحقيقيه؟ قريبة من الشخصية؟ من لا الشخصية الحقيقية. من الشخصية الحقيقية. آه. لا هو معظمهم ما كانوش قريبين من الشخصية الحقيقية، بس لازم يبقى فيهم حاجة من عند ياسر. اكيد. زي ايه؟ كلهم لازم يبقى فيهم جزء منك، يعني لازم تحطي زي تاتش كده من ياسر، يعني من الروح بتاعته، من حاجه بتاع كده، بحيث ان انت وانت بتعملي الشخصيه لازم تبقى قريبه منك. طب تعالى نتعرف على الاعمال من اول ما، يعني من اول اهل كايرو لحد ذهاب وعوده السنه اللي فاتت، يعني مرورا بقى بالهروب والسبع وصايا وصديق العمر والزوجه الرابعه طب تعالى اخطفك بقى واقول لك بتحضر ايه دلوقتي عشان يبقى سبق للبرنامج بتاعنا انت مين؟ انا بحضر دلوقتي حاجه مع منتج صديق ليا، هنعمل مسلسل على اجزاء. هو اسمه كده؟ لا مش اسمه، هو مسلسل اجزاء. هو اجزاء. هو اجزاء. الجزء 700 حلقه. 700 ده بجد ولا؟ ده الجزء الاول. لا انت بتهزر. لا بجد. بجد؟ 700 حلقه. انتوا غلبتوا بقى الاتراك. ما احنا داخلين بقى ننافس الاتراك والهندي والايراني والباكستاني والكوري وكله يعني. وفريندز بقى كله يعني مسلسل بيتكلم احداثه جديده كمان، يعني ايه بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم الاحداث كلها بتدور في الفضاء الخارجي يعني. ده بجد؟ يعني كلنا بيعاينوا دلوقتي فوق في الفضاء. انت بتهزر صح؟ لا مش بهزر، ده فضاء خارجي يعني رواد فضاء. احنا لقينا نفسنا فاضيين فقلنا ايه نعمل حاجه عن الفضاء الغير. طيب احنا ممكن نقعد كتير مع حضرتك يا ريت، لان انت احنا قعدتك عسل وانا مبسوط ان انا معاكي والله في البرنامج بتاعنا. وجمهورنا اكيد والمشاهدين مبسوطين، لكن احنا عايزين نتعرف بقى على فقرات البرنامج بتاعنا. عندنا 3 صناديق زي ما حضرتك شايف قدامك كده. الصناديق دي بالوان مختلفه، ابيض اخضر اسود. جواها حاجه ممكن تكون بتستعملها او ما بتستعملهاش، ممكن تكون لازماك او مش لازماك. ده اللي هنتعرف عليه من كل صندوق. اوكي؟ يعني الصناديق فيها حاجات يعني. اي تمام. جواها حاجات احنا يا بنستعملها يا ما بنستعملهاش. تمام. هنشوف بقى. يعني هنفتح مثلا اول صندوق الابيض. اتفضل حضرتك. الصندوق الابيض. ايوه الصندوق الابيض. ايه ده؟ ايه رايك؟ مايك. ها بتستعمله ولا ما بتستعملوش؟ لا استخدمه. المايك استخدمه في ايه؟ انت عشان حضرتك بتمثل. ده لحضرتك المايك ده. لا انا ما بعرفش اغني. ممكن اغني فيه. مش كده؟ برافو عليك. ايه رايك؟ اصل انا محتاج اللي يوجهني جدا. تحب تغني لمين؟ اغني لفوزي. يا سلام. لحليم. حليم. فريد الأطرش. الله عبد الوهاب مع حفظ الالقاب طبعا العظيمه. بص انا ما بنقول الاغاني كده اكيد طبعا ذهنك بيبقى حاضر لحاجات كتيره قوي. تحب تغني لمين؟ انا هغني لوردة. انت فكرتيني عظيمه. يا ريت. احنا هتغني ايه للفنان؟ ايه؟ هتغني ايه؟ هغني مالي. اتفضل. فنانه جميله. عشان اتفضل. مالي وانا مالي. اقفل الصندوق بعد اذنك ونرجعه مكانه. ميرسي خالص. وهندخل على الصندوق. حلوه اللعبه دي. عجبتك؟ ايه رايك؟ الصندوق الاخضر. ايه ده؟ الله. وري جمهورنا كده. تفاحه. بتستخدمها ولا بتستخدمهاش؟ بتحب التفاح؟ طبعا تستخدم طبعا اهو. لازم نستخدمها كلنا نستخدمها.
طب تمام. حضرتك كنت جعان ولا ايه؟ انت عارفه انت لو حطيتي سندوتش وكوبايه شاي في الصندوق ده في اللعبه دي ناس كتير هتجيلك. طب تمام حاضر، دي تبقى وجبه حضرتك. هنفتح الصندوق الثالث والاخير، الصندوق الاسود. الاسود بالظبط. ده غير بتاع الطيار. ده غير بتاع اي حاجه. الصندوق الاسود. بسم الله. يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ وري جمهورنا كده الصندوق فيه ايه. ده ايه ده حقيقي؟ بتستخدم المسدس ولا لا؟ يعني هيستخدمه في ايه؟ بس ممكن يعني ده بيبقى في الشغل مثلا في اكسسوار يعني، بس بيبقى فيك ما بيبقاش. يعني ما بتستخدموش؟ لا والعياذ بالله ربنا يكفينا شره. طب ربنا يخليك ما تستخدموش ابدا. خلاص دلوقتي احنا خلصنا الفقرات بتاعتنا. الفقره الاولى خلصناها، عندنا الفقره الثانيه بقى. الفقره الثانيه الحاج خليل فاز بعمره ما شاء الله. ويا ريت حضرتك اللي خلص التفاح. لا تمام. يا ريت حضرتك تقدمها لنا. والله ده يزيدنا شرف نقدمها له طبعا. حاج خليل اتفضل يا حاج. اهلا مبروك أهلاً. يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا اهلا وسهلا. خليل بيبخ. مبروك يا حاج. لا ولا يهمك حاج، استغفر الله. دي رحله عمره ربنا يجعلها مقبوله كده باذن الله. بس انا ليا طلب عندكم، ممكن تلبهولي؟ اتفضل يا حاج. انا ابني متخرج من الجامعه ليه 10 سنين ومش لاقي شغل. حاولنا نشغله ما عرفناش نشغله، فممكن انتوا تشغلوه. هو خريج جامعه تجاره بدرجه جيد، يبقى لكم الشكر. لو بيبخ زيك كده ما حدش هيشغله يا عم خليل. لا هو مش بيبخ ولا حاجه. في حاجه بتحك في بق عم خليل. يا حاج سيب عنوانه بره واحنا ممكن لو في ايدينا حاجه نعملها له هنعملها له. حتى ما هو معايا هنا يا محمد اهو ابني اهو. ده محمد ده. اهلا يا محمد. اهلا. التجاره الصايع اللي ملوش شغلانه ولا مش شغال ولا حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت جاي تشحت عليا؟ انت عايز تفضحني قصاد الناس دي كلها؟ ايه ده يا استاذ محمد؟ انا جاي معاك هنا عشان الجايزه وبس. انت خليكي في حالك انت. ايه ده؟ كلام معايا. قله الادب ولا انت كمان. اتكلم بلياقه. انت مالكيش دعوه. انت ايه كمان. ده؟ انت قليل ادب. بس يا ابني انا هخلص منك. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ استنى يا فؤاد اما تشوف ايه اللي هيحصل. استنى ايه؟ ممكن حد يتأذي كده، ممكن يعملوا مصيبه عندك في القناه هنا. معقول الكلام ده؟ هو ايه اللي يتأذي؟ فؤاد بلاش شعور. فؤاد انا هضربك بالمسدس. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الحقونا يا اخوانا، الحقونا. شوفوا الواد ابنه ده فين وهاتوه. جري كده. دي طالعه بجد دي ولا ايه؟ امال ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا ما عملتش حاجه. ياسر هو اللي عمل. ياسر مين يا استاذه؟ انت اللي ضاربه بالنار دلوقتي قدام الناس كلها، وبعدين ازاي زفت مسدس زي ده ما يتأمنش عليه؟ يعني ايه مسدس ويخش طالب جد؟ قول لها يا استاذ ياسر. معلش يا ياسر، احنا كنا عاملين فيك لعبه. مقلب؟ يعني دي كانت لعبه؟ متاسفه يا كابتن فؤاد، انت ما كنتش محسوب في اللعبه دي خالص. انا كل خوفي على رحله العمره بتاعت الراجل الطيب ده. أعزائي المشاهدين، ودي كانت نهاية الحلقة الأولى من برنامجكم اللعبة. نشوفكم في لعبة جديدة مع نجم جديد، وبكل سنة طيبين. معلش يا ياسر، احنا آسفين، ما كانش قصدنا والله.
الو، صباح الخير يا شوقي. بجد دي هتبقى حلقه حلوه قوي. طب اسمع، هكمل فطار بس واجهز واجيلكم. سلام. كرم، ايه اللي بيحصل في بيتي ده؟ مساء الخير يا مدام، سوري يعني على لخبطة الديكور. كرم بعد اذنك عايزاك شويه. من عينيا الجوز ومناخير اللوز. ثانية تعالي لي انت اسهل، انت شايفة الدنيا زحمة قدامي ازاي؟ لو سمحت لم القرف ده وخد اصحابك وتفضل اطلع بره. يا بيرو الكلام ده ازاي تقولي كده؟ وبعدين انت ايه المشكلة فين يعني؟ المشكلة ان انا بشرب؟ ولا المشكلة انك دخلت عليا فجأة لقيتيني بشرب؟ ولا المشكلة ان انا في بيتك وبشرب؟ ولا المشكلة في الجيران اللي عارفين ان انا جوز العالمية المشهورة قوي بيشرب؟ وطي صوتك خالص. وطي صوتك خالص. المشكلة فيا انا يا بيرو؟ ايوه انت بقيت المشكلة. ماشي يا بيرو، انا هسيب لك البيت كله واروح اشرب في اي حته ما فيهاش فيها جيران. قلت لك وطي صوتك. مالك يا حبيبي؟ اهدى بس يا بابا. اوعى مش كده. اوعى. ليه كده بس يا بيرو؟ ليه كده بس؟ حرام عليك يا بيرو. حرام عليك انت يا اخي بقى. كفايه بقى. حرام عليك بقى. اروح اشرب في اي حته ما فيهاش فيها جيران. وطي صوتك بقول. حرام عليك بقى. نشوى، خدتي الفستان اللي اتفقنا عليه؟ اه يا مدام تمام. والاكسسوار كله حلو؟ كله تمام. قشطة. الو، ايوه انا مع المدام اهو جايين. الكوافير والمكير جاهزين؟ طيب اوكي تمام، سلام. عبير فهمي دي دمها يلطش، ما تنفعش طبعا للبرنامج ده. بالعكس بقى، ودلوقتي تشوفي بنفسك. اشمعنى عبير؟ اشمعنى دي بالذات؟ عشان هي عبير فهمي. ايه، ما تعرفيش حاجة عن تاريخ عبير فهمي؟ لا طبعا اعرف تاريخ عبير فهمي. كانت متجوزه رجل اعمال فلس، كان شمام باين. شيماء، انا ما اسمحلكيش تتكلمي عن اي زميله بالاسلوب ده. يا فندم انا ما اقصدش، بس حضرتك متحمس لها زياده عن اللزوم. ما اعرفش على ايه كل ده. لو هي بتعرف تعمل حاجات انا ما بعرفش اعملها، انا ممكن اتعلم. ده تلميح، وتلميح رخيص، وانا ما اسمحش بيه. انا مش قصدي يا فندم، انا قصدي يعني عن طريقتها في تقديم البرامج. عشان عندها حضور، كاريزما،
الناس بتحبها، ودي حاجة من عند ربنا، حاجة محدش يقدر يتعلمها ولا يقلدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا فندم. انا هستأذن انا بقى عشان اروح اقدم برنامج الطبخ بتاعي. عن اذنك يا فندم. برنامج الطبخ بتاعي؟ ما طول عمر امهاتنا بيطبخوا من غير برامج. وحشتيني. سمعت انك عامله برنامج جديد. ميرسي يا شيماء، عقبالك. يا روحي تسلمي لي، ربنا يخليكي يا حياتي. ميرسي. ماشي يا روحي. باي. صباح الخير يا معتز. صباح الخير يا استاذه. ها، ايه الاخبار؟ جاهزين ومستنيين حضرتك. طب انا حجز واجيلكوا على طول. سعيد جه؟ كان هنا دلوقتي، هشوف حضرتك حالا. طيب هجيلكوا. يا ريت تشوفوا بسرعه عشان المدام عايزاه ضروري. من عينيا حاضر. الو. ايوه يا استاذ. استاذ عبير وصلت وبتسال عليك. ايوه يا كرم، قلت لك مش عايزه اسمع صوتك تاني. ما هو انت ما بتكلمنيش الا لا في مصيبه لا عايز فلوس. نعم. لا 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 لا، المره دي مش هساعدك، اعلى ما في خيلك اركبه. مش عايزه اسمع صوتك قلت لك. ويلا سلام عشان عندي شغل. ماشي. مساء الخير يا استاذه. اهلا استاذ سعيد، سالت أخبارك على إيه؟ حضرتك. ربنا يخليك. يا احنا جاهزين كده؟ ياسر جه؟ هو والله انا لسه مكلمه حالا، هو على وصول. طيب انا جاهزه، بس شويه كده وهحصل. يلا بينا، دقايق ان شاء الله ونبتدي. أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا. مساء عالم الرياضة. عالم الرياضة كله جديد، كله مفاجآت. كل يوم معانا نجم، هنتكلم وهنحكي وهنقول أسرار وحكايات. معايا النهاردة كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك، كابتن حازم إمام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فؤاد. طبعا انا متشكر على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها دي. لا دي اقل حاجه. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كابتن حازم، النهارده عايزين نتكلم شويه مع بعض وندردش، والناس عايزه تعرف حاجات كتير. نبدا النهارده نتكلم في اول كلامنا عن بداياتك خالص في نادي الزمالك. هل انت من ناشئين نادي الزمالك ولا كنت في نادي تاني وجيت على نادي الزمالك، ولا الحكايه؟ عايزين نعرف الحكايه كلها. لا طبعا انا بادئ من ناشئين نادي الزمالك. قعدت خدت الاختبارات من وانا عندي 6 سنين. بدات اتدرج في مراحل الناشئين لغايه لما تدرجت ووصلت للفرقه الاساسيه، لان كنت انا بلعب في مدرسه الكوره من وانا عندي 6 سنين، فبدات العب في الفرقه الاساسيه من وانا عندي 8 سنين. يعني بدات امشي بصوره، الحمد لله بدات امشي بصوره كويسه لغايه لما طلعت الحمد لله للدرجه الاولى يعني. ودخلنا في تحت 14 اكيد طبعا يعني كانت فترات كويسه جدا. كنا بنلعب فرق قويه طبعا، ودورات كانت بتبقى قويه جدا، وكان على طول الماتشات بتاعتنا بيننا وبين النادي الاهلي كان بتبقى قويه جدا في السن ده عموما يعني. يا نعيم افرد وشك يا نعيم، انا مش جايبك تخوفني. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ياسر، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا معتز، مساعد استاذ سعيد مخرج البرنامج. اهلا، ازيك يا معتز؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذ. امال الاستاذ عبير فين؟ ده انا بحبها قوي. هي حضرتك هتلاقيها هنا في الاوضه هنا بتجهز. طيب امال انا اوضتي فين يا ابني؟ اول اوضه لمين؟ تمام. طيب ماشي، عن اذنك. اتفضل يا استاذ. استاذ ياسر. ايوه فندم. ممكن طلب؟ لا ايه، فلوس؟ ما حلتناش حاجه، انا سالف منه قبل ما اجي. لا انا كنت عايز اتصور مع حضرتك واحد سيلفي. بس كده من عينيا الاثنين. ربنا يخليك يا تحت استاذ امرك. والله. معاك موبايل؟ معايا موبايل. والله حلو ده. اتفضل بقى حضرتك صورني. يلا يا سيدي. يلا. يلا تعالى.
في ايه يا معتز؟ انت هتبوسني ولا ايه؟ لا لا، الصورة بس. هنا. هنا. يلا يلا. بوزك كله طلع في الصورة زي العسل. ربنا يخليك يا استاذ، متشكر والله. عن ربنا اذنك يا يخليك. معتز. اتفضل استاذ. ايوه يا فندم. الموبايل بتاعي. لا مؤاخذة. ماشي. اتفضل يا معتز. نورنا والله يا استاذ. الله انا يخليك. فرحان اني شفتك والله. الله يحفظك. ربنا يخليك لينا يا ربنا رب وما نتحرم منك ابدا. خليهم لك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. قمر يا مدام. قمر يا بيبي. ميرسي. انت خارج ولا ايه؟ يا روحي، اجيب لك حاجه من تحت؟ حاجه من تحت؟ انت نسيت ان احنا معزومين ولا ايه؟ كرم، انت فيك ايه؟ انت رجعت تاني ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ والله ما رجعت، والله ما رجعت. ليه؟ ليه؟ حرام عليك. ده انت اتعالجت وخفيت وبقيت زي الفل. ليه ترجع تاني؟ انت ايه؟ انت ما بتتعبش؟ ما بتزهقش؟ مش خرفان من نفسك؟ قلت لك مفيش حاجه، مفيش حاجه، خلاص بقى. خلاص بقى. طب بما انه خلاص بقى، هات الفلوس. هات هات الفلوس. هات الفلوس تاني. مفيش فلوس تاني، مفيش فلوس. حرام عليك. ما انا قلت لك يا اخي، مش كل واحد خسر شركته وفلس يعمل كده. حرام عليك. قلت لك هقف جنبك وهساعدك وهتبقى احسن من الاول. انت مفيش فايده فيك خالص. ولعلمك مفيش فلوس تاني. هاخد فلوسي كلها ومش هسيبها في البيت، ولا مجوهراتي اللي سرقتها من سنه. فاكر ولا نسيت؟ ملحقتش تنسى طبعا. كرم، طلقني يا كرم، طلقني. انت الفلوس يا شيخه روحي. طلقني. 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 طيب نتكلم بقى عن منتخب مصر. نفسنا نوصل لكاس العالم. انا شخصيا ما شفتش كاس عالم من سنه 90 وعايزين نجيب جون تاني، يعني مش كل هنقعد نجيب جون واحد طول حياتنا. انت شايف ايه بالتوليفه اللي موجوده؟ انتوا كشباب دلوقتي موجودين والمدرب الحالي لمنتخب مصر، شايف في امل ان احنا نوصل لكاس العالم فعلا؟ انا شايف ان في امل الفتره دي اكتر من السنين اللي فاتت بكتير. ليه؟ احنا عندنا الحمد لله دلوقتي لعيبه محترفين مؤثرين جدا، محمد صلاح والنني طبعا وكوكا طبعا لعيبه مؤثرين جدا. هتشوف جوه مصر برضه حتى اللعيبه الصغيرين، تلاقي لعيب زي حجازي راجع من فيورنتينا برضه لعيب كويس. عندنا كابتن حسام غالي طبعا خبره في نص الملعب. هتلاقي عندنا عبد الشافي. ما عندناش لعيبه صغيره يعني انها تقال عليها ما عندهاش خبره. طيب حازم امام، هبعد بيك شويه وهقول لو انت وصلت لمرحله انك اعتزلت الكوره هتعمل ايه؟ افضل في مجال الكوره برضه يعني تدريب وكوره. مش عايز مثلا تخش في اعلام تنافسنا حاجات كده؟ مش لا عايز؟ ما اقدرش انافسك طبعا يا كابتن. لا انت في حته وانا في تشرف حته. وتنور. لا يا كابتن. لكن انت شايف نفسك في الكوره يعني التدريب؟ انا بحب يعني ما بشوفش نفسي بعيد عن الكوره، يعني لازم افضل موجود في المجال ده. لو سمحت اعمل لي واحد شاي انما سكر سعيد. مدام عبير جهزت؟ مدام عبير جهزت واستاذ ياسر وصل وبيجهز. حازم، احنا دلوقتي انت عارف الدوري طبعا بدون جمهور، نلعب من غير جمهور. لو رجعنا من كام سنه ورا كانت الملاعب الماتشات كلها كان الجمهور طبعا بيملى الملعب وكان الموضوع مختلف خالص. انت كلاعب كوره فرق معاك الموضوع؟ اكيد يعني طبعا. حاسس بفرق؟ طبعا الماتشات ملهاش طعم من غير جمهور. يمكن الفترات اللي احنا اتحطينا فيها تحت ضغط السنه دي بجمهور
نادي الزمالك احنا خسرنا بنتيجه كبيره في تونس بسبب ان احنا بقالنا فتره كبيره مش حاسين بالجمهور الهيصه دي طبعا. والنادي الاهلي نفس الحكايه، خرج من بطوله افريقيا بسبب الضغط الجماهيري. فدي اثرت طبعا على لعيبه مصر كلها. احيانا الفريق بيبقى متاخر بهدف او هدفين او محتاج يجيب هدف، والحماس الجماهيري بيخلوا اللعيبه تاكل النجيله زي ما بيقولوا. اكيد اللعيب رقم واحد. الجمهور لعيب رقم واحد، يعني بيهز بيطلع الطاقه اللي جوه اللعيب اللي هو مش قادر يطلعها. ربنا يوفقك كابتن حازم في نادي الزمالك وفي منتخب مصر، وان شاء الله توصلوا لكل الاحلام اللي انتم بتتمنوها ان شاء الله يا كابتن. وميرسي لوجودك وشرفتنا ونورتنا. انا متشرف بيك كابتن، ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك يا رب. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده من عالم الرياضه. بكره ان شاء الله نفس الميعاد مع عالم الرياضه ونجم جديد وكابتن فؤاد. تصبحوا على خير. شكرا يا كابتن. شكرا. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك كابتن. احسنت يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. موفق ان شاء الله. توفيق توفيق. شكرا. موفق يا كابتن. نسبة المشاهدة بتزيد كل اسبوع عن اللي قبله. الاعلانات كويسه؟ تمام التمام، برافو عليك. بقول لك انا سمعت ان عبير فهمي بتعمل برنامج هنا جديد، مش كده؟ في الاستوديو اللي جنبينا ده. المفروض ان اول حلقة النهارده، واعتقد ان هم هيبداوا التصوير كمان شوية يعني. طب كويس عشان اروح ابارك لها، احسن دي عشره من زمان. كلك ذوق يا كابتن، طول عمرك صاحب واجب. تعيش يا سعد. الو. ايوه يا حبير، ايه الابداعات دي كلها؟ بجد بجد هايله. متشكره قوي يا فندم. لا ولسه الحلقات اللي جايه هتبقى احلى. جهز لي الحاجات دي. احسنت يا استاذه، حلقه هايله. ثانيه واحده يا فندم. متشكره قوي يا استاذ سعيد، الله يخليك. احنا لسه بنقول يا هادي. احسنت يا ست الكل. الله يخليك. لا هيبقى في تنوع مع كل ضيف طبعا. ايوه طبعا. فاهمه قصد حضرتك، ولو اني يعني مش مقتنعه خالص بموضوع المقالب ده بجد، بس بدل حضرتك بتقول كده خلاص الف مبروك علينا. ميرسي يا فندم، ميرسي، الف مبروك. الله يخليك الله يخليك. لا طبعا. بس بجد الواد اللي اسمه محمد وابوه ده تمثيلهم هايل. هو ابنه بجد. ده انا صدقت فعلا انهم اب وابنه. ده حتى الكابتن فؤاد شربها. وانا سبته اتعامل، ما رضيتش احرق لكم اللعبه. بكل اسف. لا فعلا هو صعب عليا اكتر على فكره، اكتر من ياسر نفسه. ما حرام الحاجات دي، بس يلا بقى هنعمل ايه بدل هي فكره البرنامج. متشكره قوي. باي باي. لا هعدي على حياتك طبعا قبل ما امشي طبعا. ميرسي. متشكره. استاذ عبير، حضرتك نسيت الولد. ميرسي قوي. العفو استاذ. فين الفستان؟ فين الفستان؟ حالا يا مدام، حالا. حاضر. يا بنتي ايه الاخبار؟ انا رايحه اهو، بس هو انا اكون مخلصه اهو. بس هو اللي بهدله كده. الزفت فرج بتاع البوفيه، قلت له يحط لها الكابتشينو في اوضتها، راح دلقه على الفستان. المشكله بقى ان هي عايزه الفستان ده النهارده عشان هتحضر فيه فرح واحده صاحبتها. دي لو عرفت ان الفستان ده بالذات جرى له حاجه هتطين عيشتي النهارده. تعالي انا جايه معاكي، خلينا نخلص. ادخل. ايه ده يا ريس؟ ايه الجو ده؟ مش قلت لك ما تروحش؟ ايه رايك يا فؤاد؟ عجبك؟ مش مساله عجبني، بس انا اصلي مش واخد على عبير انها تعمل الحكايه دي، مش اسلوبها ولا طريقه تفكيرها. اهي فاجأة الكل. ايه رايك بقى؟ بصراحه رايي انها ما تنفعش في البرامج دي، مش جوها. عبير طول عمرها بتعمل برامج محترمه، تخدم الناس، تخدم المجتمع، برامج مفيده. يا فؤاد الدنيا بتتغير واحنا لازم نسير الجو، وبعدين بنت شاطره وذكيه. طب ما في ناس كتير قوي شطار واذكياء، اشمعنى عبير بالذات يعني؟ عشان استفيد من نجاحها. ايوه في ناس برضو كتير قوي ناجحه، ليه عبير يعني؟ انا مش فاهم، مش قادر افهم انتوا ليه قلبين على عبير؟ مش قلبين ولا حاجه يا ريس، انا شخصيا غيران على نجاحاتها القديمه.
لا ما تقلقش انت بقى على نجاحاتها القديمة، خلينا في نجاحاتها الجديدة اللي هتحصل ان شاء الله. البرنامج الجديد هينجح ويكسر الدنيا. انت شايف كده؟ عبير، انت ايه اللي دخلك هنا؟ فين السكيورتي؟ سكيورتي؟ سكيورتي ليا انا يا عبير؟ ليه؟ ده انا بحبك عبير. انا اتغيرت، بقى الكرم اللي انت عايزاه. قومت نفسي من اول وجديد وكلمت رجال اعمال والشركه بقت تمام. انا بقيت تمام يا عبير. ارجوك بقى، ارجوك نرجع لبعض. انا محتاج لك. ايه تمام لنفسك وكفايه بقى فضايح، حرام عليك. عبير ارجوك انا بحبك، صدقيني انا لسه بحبك. اطلع بره، مش عايزه شوشره هنا كمان في القناه. اللهم طولك يا روح. عبير عشان خاطري، انا ماليش غيرك. انا محتاج لك والله، محتاج لك. احنا مش طلقنا وانا بريتك؟ عايز مني ايه تاني؟ بس ارجوكي نرجع لبعض. كرم، عايز ايه؟ ممكن 1000 جنيه سلف؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ مش جديد عليك، مفيش فلوس. طب 500؟ اتفضل اطلع بره. طب اي حاجه، انا ما معيش فلوس اروح. ان شاء الله ما روحت، انا مالي. اطلع بره، اهرب بره. كده؟ كده. يعني ده اخر كلام عندك؟ اللهم طولك يا روح. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفولك، انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه سودا. انا هوريكي. مش جديدة عليك قلة الأدب، اطلع بره. أنا هفضل كده لحد إمتى؟ خير يا مدام، هو في خير إيه؟ أنت كنتي فين أصلاً؟ انا كنت بنظف لحضرتك الفستان. اصل الواد فرج بتاع البوفيه وقع عليه الكابتشينو، يعني من وقع الكابتشينو على الفستان اللي هروح بيه الفرح. ما انا هقول لحضرتك، اصل هو يعني وقعه غصب عنه وانا رحت نظفته. أنت مخك ما بقاش في الشغل خالص، وأنا بسمع كل اللي بيحصل بره. أنت مش مراعية أكل عيشك. فين البروش؟ ضاع بقى، اتسرق، اهمال، دوري عليه. لا دوري عليه، موجود والله. اتفضلي دوري عليه. مش هتلاقيه يا مدام. موجود. سيبي اللي انت عماله تكركبيه ده، والفستان اللي اتبهدل اللي هروح بيه الفرح اللي في ايدك ده. البروش هنا والفستان نضف. سيبي، انا دورت، هو مش هنا. يا مدام انا حطاه ازاي مش موجود؟ اتفضلي اطلعي بره. ليه يا مدام؟ بس اتفضلي اطلعي بره عشان خاطري يا مدام، والنبي سامحيني، دي اخر مره. قلتيها كتير قوي وسامحتك كتير قوي. اتفضلي اطلعي بره، انا اللي فيا مكفيني النهارده، كفايه عليا كده. اتفضلي اطلعي بره وسيبي الفستان اللي اتبهدل في ايدك ده. والنبي يا مدام الله يخليكي، دي اخر مره والنبي. الحبه بقى الحبه، اتفضلي اطلعي بره. طب انا هدور على البروش دلوقتي حالا، والنبي هطلعه دلوقتي. مش قلتلك اطلعي بره؟ ازعق اكتر من كده؟ اتفضلي لو سمحت اطلعي بره. سامحيني يا مدام والنبي، اخر مره الله يخليكي. انا قلت اللي عندي، اتفضلي اطلعي بره. بره بقى يا مدام، الارزاق بيد الله. شواحي، ما ده العاده بتاعتك. وارمي الفستان قوي. مساء الخير، ممكن ادخل يا فندم؟ طبعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي، نورت المكتب. الله يخليك. واي وقت بعد كده تحب تقابليني فيه ادخلي بدون استئذان. ما هو ما كانش ينفع ان انا اخلص الحلقه وامشي من غير ما اسلم على حضرتك. بس الحلقه كانت رائعه، برافو عليك يا نجمه، يا نجمه نجوم الاعلام المصري. متشكره، ده كله بتشجيع حضرتك. لا ابدا، ده بمجهودك انت
انت عارفه انا ما بحبش المجامله خصوصا في الشغل. طبعا، ولو اني يعني مش دي نوعيه البرامج اللي انا متعوده اقدمها. حضرتك عارف ان انا من يوم ما جيت القناه هنا وانا بحب اقدم البرامج اللي بتساعد الناس وتفيدهم، بس هنعمل ايه بقى؟ دي اتجاهات كل القنوات بحجه ان الجمهور عاوز كده. ما هو انت عارفه بقى ان احنا لازم نسير الموجه، والمنافسه بين القنوات بقت نار، والاعلانات هي دلوقتي اللي بتتحكم في المنافسه. بكل اسف. بس سيبك انت، الحلقه هتاكل مع الناس. برافو عليكي. ده كلام برضو اتقال في التليفون يا ريس. اهلا يا كابتن. ايه اللي انا سمعته ده؟ سمعت يا فوقش؟ البرنامج بتاعي هيتلغي؟ اخ ياه، كويس انك فكرتني. انا والله كنت ناوي اكلمك واقول لك، بس انت عارف مشاغلي بقى. فؤاد، انت عارف انا بحبك ومعجب بيك قد ايه، بس ده مش معناه اننا نستغنى عنك وعن خدماتك. لا صحيح انت العقد بتاعك قرب ينتهي، بس احنا ممكن نشوف لك حاجة جديدة ونجدده لك. حاجة تانية زي ايه يعني؟ برنامج طبخ مثلا؟ طبخ ايه؟ انت بتتريق على كلامي ولا ايه يا فؤاد؟ شوف لك فكرة برنامج رياضي جديد، حاجة كده تكون اوبن اير، شوية موزز حلوة، لقاء مع فنانات. موزز ايه واوبن اير ايه؟ انا راجل بقدم برنامج رياضي محترم، قبل ما اجي هنا كنت ناجح، وجيت هنا فضلت ناجح وهفضل ناجح. لا الكلام ده ما عادش بقى، الناس عاوزة الستايل الجديد، عاوزة تغيير تغيير. تصدق الواحد ما كانش واخد باله انه بقى موضة قديمة قوي كده. بس انا متشكر قوي، متشكر على النصيحة الغالية دي، اوعدك اني هنفذها، اوعدك. أنا عجبتني الحلقة قوي، علشان كده اتفقت مع الشركة المنتجة إنها تعمل لنا سيزون جديد. ياه، معقولة بالسرعة دي؟ طب كنا استنينا كام حلقة كمان؟ أصل بصراحة مش هكذب على حضرتك، التجربة دي جديدة وغريبة عليا ما هو الجواب بيبان من عنوانه، يا نجمة الإعلام المصري. الله يخليك، متشكرة قوي بصراحة على ثقتك فيا دي. إيش في العصير؟ ميرسي، ما انت عارفة بقى ان انا عامل دايت. عموما اما تخلصي ال 30 حلقة اللي معاكي وجهزي ب 30 حلقة جداد. إيه ده؟ هو احنا كده هنعرض على مدار السنة كلها بقى ولا إيه؟ لا انت هتعرضي حلقتين في الاسبوع. حلقتين إزاي؟ ما هو الكابتن فؤاد هنلغي البرنامج بتاعه لانه مش محقق نسبة مشاهدة، وانت هتاخدي المساحة بتاعته. أيوة يا فندم، بس حضرتك كده هتحطني بقى في موقف محرج جدا مع كابتن فؤاد. لا انسى الموضوع ده خالص، انا كنت عايز اعمل الحكاية دي من زمان، وبعدين مش ذنبك انك اعلامية شاطرة. الله يخليك، اللي تشوفه.